المشافي الوحيد مخيم الزعتري هن المحمد السادس. 63 ممرضة. 63 ممرضة. عفوا، داخل المخيم نفسه. داخل المخيم 63 ممرضة. ايه بس مشافي الملك محمد السادس مخيم الزعتري فقط، ما ابو اي مشفى قريبة. 63 ممرضة من المغرب. شوف شو راح اعطيك القصة. وتقريبا 14 طبيب، هذول كلهم كادر من المغرب، قسما بمن حل القسم. لا أنافق مغربي ولا أنافق جزائري. الله. تدخل على المشفى، لا تدفع فاتورة، لا تشتري دواء، لا تشتري شيء، تعمل غسيل الكلي وبشك على الصيدلية كتب لك اياها الطبيب، بس تعطيه اياه وتعطيه بطاقتك اللجوء تبع مخيم الزعتري، يعطيك الطبيب. الصيدلانية الصيادلة مغاربة ومغربيات، حتى الصيادلة يقول لك تفضل دوائك بدون أي مقابل. هلا هذه المستشفيات بنيت عندما دشنها الملك محمد السادس نفسه، عندما زار نفس المخيم. نعم، عندما دشنها. نعم، عندما دشن تلك المشافي. شوف، من أهل المهم في طفل من الأطفال معاه تلاسيميا. التلاسيميا عنده الخضاب، لازم كل 10 أيام يفرد دمه، يجدد الدم، يبدلوا له الدم زمرة دمه أو سلبي. شوف على الصدفة الآن خليك تبكي صراحة. المهم بلش ينادون دم أو سلبي أو سلبي أو سلبي، يعني الله شاهد، أو سلبي ما حد لقى دم أو سلبي، بدون حد يبرع له بالدم أو سلبي. والله عندما ركضنا رحنا نشوف على التبرع، وإنه النايم على التخت دكتور اسمه شهاب الدين من منطقة اسمها قلعة السراقنة في المغرب، وإنه نفس الطبيب تعيط يتبرع بالدم الأو سلبي للطفل السوري. أخوي أسعد، قسما بالله العظيم إنك تبكي. الله يشهد الله إنك تبكي لما تشوف هذا الموقف، إنك تبكي. يعني شيء لا يصور ولا يصدق. خدمة تلك المشافي للسوريين الموجودين في مخيم الزعتري. الآن أعطيك الإجابة على سؤالك، ماذا تتمنى من تفضل. لحظة. والله أنك الآن أدليت بشهادات تاريخية، ولو أنه جزء من هذه الحقيقة كان ظاهر، لكن بهذا التفصيل وبهذا الدقة. أنا أتمنى من الأخ المشرف يقص لي هذا الجزئية ويرسلها لي على الواتساب، هذه جديرة بالنشر حقيقة لوحدها. الله يجعلها عافية وشفاء للملك محمد السادس. قولوا آمين. اللهم آمين. اللهم الله يا أخي، كل إنسان كما رأيت أنت وهو مريض وأجرى عملية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه صدقة جارية شفاء له ولأبنائه ولكل مغربي في هذه المملكة. اللهم آمين. ويستاهل. والله أنك أثرت فيني، أقسم لك بالله. كمل. لاني ما اثرت فيك، انا بشيت، اقسم بالله بشيت صراحه. لما شفت هالخدمه هاي بشيت، ليس بشيت. والمشكله في عنا كبار بالسن لساهم على البركه، يصرخ على الممرضه، والممرضه ما مستفيده شيء. يحمل دعويه تركض لك عفوا قاطعتك ابو يزيد، دقيقه قاطعتك. لفت نظري تعليق انه وبدون شعارات وبدون بهرجه وبدون من أو أذى، أقسم لكم بالله ما كنا نعلم أن الملك محمد السادس زار معسكر الزعتري ودش المستشفيات إلا بعد هذا الأزمة الأخيرة في سوريا وهذا الحرب. يعني ما تباهى المغاربة وما سمعناهم يكرروها ويذكروها بالشعارات وكذا. لو غيركم عمل لكم حتى إبرة كذا، لو أنت يا أبو يزيد يدقوك إبرة هكذا يجلسوا يتكلموا عليك على أنه إنجاز 50 سنة. كمل. هل تعلم أخوي أسعد في حقن هذول عندهم أمراض الله معافينا في الكبد؟ هل تعلم يأخذون حقن كل 12 يوم؟ الحقن ايش قد حقها؟ 5000 أورو. الله بدون مقابل، عندهم أمراض في الكبد. يا شافي، أقسم بالله. طيب الآن أعطيك الجواب على سؤالك. إن رجع السوريين، والآن بدأوا في الرجوع إلى سوريا، بدأ أمر الرجوع في سوريا، هذه كافية فقط. يعني الأطفال الصغار صار لهم 12 سنة كبروا مع الممرضات وكبروا مع الأطباء المغاربة، فشو راح تكون ردة فعلهم لهذا البلد؟ شو هي ردة فعلهم لهذا البلد؟ هنا راح تكون عندك الفكرة. عندك ردتين فعل. ردة الفعل الأولى لما إنه طفل صغير
لجأ إلى هذا المخيم وهو في سن ال7 أعوام، وشاف الممرض المغربي والطبيب المغربي يداوي أمه ويداوي أبوه ويبكي على أمه ويبكي على أبوه، لحتى صار عمره الآن 14 سنة. لو شو 14 سنة؟ صار عمره 18 سنة، لأنه إحنا نقول 12 سنة و7 سنين، نقول مثلا 18 سنة. الآن ردة فعل هذا الطفل على الشعب المغربي نفس ردة الطفل هذا على الشعب العراقي الذي أرسل الميليشيات إلى سوريا أو إلى بعض الشعوب التي ساندت النظام السوري ضد السوريين. هي تلك الإجابة مباشرة أخوي أسد. فهمت علي؟ يعني هؤلاء، هذا الجيل من عمر 7 سنوات إلى 19 سنة كبر مع هذا الممرضين وكبر مع هذا الأطباء، لذلك راح تكون ردة فعلتهم. لا يوجد أي قطاع صحي في هذه المخيمات إلا المستشفيات التي بناها المغرب. يا مغاربة، شوفوا نوعية ملككم، شوفوا نوعية هذا الملك الرحيم. والله أنه يتكلم والعبر خانقتني، أقسم لكم بالله العظيم. وهو مريض الآن، وهو مريض ويعاني من مرض، والناس يشفون بمستشفيات هو فعلها هي. ولذلك أقول لكم لا تخشوا على ملككم ولا على بلادكم. والله إن صنائع المعروف، اسمعوها من أسعد الشرعي، يمن وشام، يمننا وشامنا. الآن يتحدث معكم يا أهل المغرب، يمننا وشامنا أو شامنا ويمننا، نتحدث معكم نحن. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله ما يضر المغرب لو تآمرت عليه يأجوج ومأجوج، ولديكم مصانع ولديكم صنائع معروف مثل هذا، ويعني أشبعتم الجائع وعالجتم المريض وكنتم عونا للاجئ وكنتم نصيرا للمظلومين. لا خوف على بلادكم. أنا أقول لكم يا مغاربة، مددوا ولا تبالوا. الموت والحياة والصحة والمرض هذا بيد الله، لكن كوطن كبلد، هذا البلد سيدوم بفضل الله أولا، ثم بفضل صنائع معروف قام بها ملوك المغرب كابرا عن كابر. الملك محمد الخامس له فضل على السوريين، الملك الحسن الثاني له فضل يعلم الله على من، الملك محمد الخامس أكيد له فضل على من. أخلاق ملوك راقية. يعني لا أدري كيف لإنسان الآن له موقف سلبي من هؤلاء الملوك أن كيف سيقابل نفسه، كيف سينظر إلى نفسه في المراية. نختلف سياسيا مع الملك، لنا مآخذ، لكم رأي آخر، لكن نتفق أنهم رحماء وأنهم كرماء. السلام عليكم خوتي، تحياتي من حماه، من نواعرها التاريخية، من حماه نحييكم. ديديكاس خوتي وحبابي الحي المحمدي كاريان سونترال، العائلة والحباب والصحاب. واسمحوا لنا حنا راه ما ناعسينش والو. الله عز وجل يفتح علينا، وما النصر الا من عند الله. الناس كلها فرحانه وكلشي فرحانين، يسلموا علينا الناس.